السلام عليكم. روى أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان صعدوا على جبل أحد ذات يوم. قافتك نبي محمد في أبا بكر عمري في عثمان تأني جرنا ما أفوري قوبني في الدرة ديبا أرجين جليات جد صلوات ربي وسلامه عليه قال كانوا قبابان فرجف بهم الجبل قال رسجو النبي محمدين فقال جبل أحد. رسول ربي قال رسجونا ميل إساني طاهرة بريد دول كتوفتو أديسا تن جوما مكتمرا فكاتو جدي ورسيناه مسال الدين الرا صلوات ربي وسلامه عليه ميل إساني سن ألفودني أكنا قد بيتني أثبت أحد أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدا هما سر جرني يا أحد تسقباي نبي يتشت سر جرا تسقباي يا أحد صديق سر جرا وهو أبو بكر ابن أبي قحافة وشهيدان عمر وعثمان شهيدان شهيدي يوكي وريقم توت أفدرتي وريقم وديما جاء النبي محمد جري وريقم نبر وان جري تأوديما وهماني في جتشود بيك صلى الله عليه وسلم. فسكن أحد إنه جبل يحب محمدا وأمته قال لكم قال نبي متى في نبي محمد جالته. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم انت كان رسول ربي هذا جبل يحبنا ونحبه كوني قارا نجالا كأن الليل نجالت. وزاد البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب المغازي إنه من جبال الجنة قار جنة هاتي جاء الرسول ربي صلى الله عليه وسلم قار سينا قار تاركة قار وريقما قار غزوة أحد قار جنة قار نجالت كإس جالا إنه جبل أحمر مطل على المدينة المنورة مدينة نبي محمد قبا قديم الأتو جبل أحد كلمتري تربة فقاتي مسجد نبي محمد الرقمة كوباجرة سنيف أحد جلمه. والسلام عليكم ورحمة الله.